قصف صباح أمس الجيش الصحراوي بقطاعي المحبس 3 قواعد عسكرية تابعة للجيش الملكي المغربي، وهي القواعد 21 22 و23 من الفيلق 4 مشاة القطاع، بعدما استهدف الجيش المغربي بيوتا لعائلات صحراوية لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية. موفد التلفزيون الجزائري إلى قطاع المحبس الزميل فوزي أيتعلي نقل لنا صورا حصرية لهذه المعارك التي دامت يومين كاملين، ليكون بذلك التلفزيون الجزائري أول وسيلة إعلامية أجنبية توغلت إلى ساحة الحرب التي اندلعت في 13 نوفمبر بين الجيش الصحراوي والجيش الملكي المغربي. استهدف هذا القصف العشوائي من طرف الجيش الملكي المغربي صباح اليوم بعض البيوت المتواجدة بقطاع المحبس، ومن حسن الحظ لم يخلف الهجوم خسائر بشرية، لأن العائلات الصحراوية التي كانت تتواجد بها رحلت إلى مناطق أخرى بسبب الحرب، مما دفع الجيش الصحراوي بمختلف كتائبه التابعة للناحية العسكرية السادسة للرد بقوة وبعنف، مما أدى إلى قصف 3 قواعد عسكرية مغربية من الفيلق 40 مشاة القطاع. زيد ثنتين ثانية. بالنسبة له النقطة اللي هاجمنا أمس أنتم بحضرتكم كنتم متواجدين معنا هي جبهة الفيلق 40، وكانت القاعدة 22 والصويت 211، بالإضافة إلى امتست ثم كذلك القاعدة 23. المعركة دامت تقريبا ساعتين، أنا يقول حد قصف غير يقول في الحقيقة هي معركة متواصلة تمت متواصلة لمدة ساعتين، ومن بعدين في العشية تواصلت، وفي الليل كيف حضرتوا وشاركتوا معنا فيه تم هجوم استخدمت فيه جميع الوسائل بما فيها المناطق الخفيفة ضد المغرب، الشيء اللي جعلهم على كل حال صابتهم الارتباك المتين، واللي ردوا من جميع الواجهات عشوائي، واللي قطعا لهم في ذيك العملية تكبدوا فيها خسائر كبيرة. والشكر قيادتنا السياسية وعلى رأسها الأمين العام للجبهة الشعبية ورئيس الجمهورية على أنه الشجاعة اللي قبضت قيادتنا السياسية في اتخاذ قرار الحرب، هذا كنا احنا بياسر من الصبر ننتظروه ونحن. ونحن اليوم كالشباب ما نقل منذ الشهداء ولا نقل من ذي الإطارات اللي سبقتنا، نحن عاطين أرواحنا ومستعدين وحرب التحرير حرب أجيال، ما هو عن جيل عن جيل، حرب تحرير تضمنها للجماهير، هذا شعار عندنا احنا، غير نحن نجسدوها اليوم ونجسدوها تطوعنا ونجسدوها مع أرواحنا وكل الوطن والشهادة. يومين كاملين والقصف لم يتوقف في كل الاتجاهات بين الطرفين بالقذائف العنقودية، قذائف الهاون ومختلف الصواريخ، مما جعل ساحة الحرب مفتوحة على مصراعيها من المحبس إلى القرقرات. تاريخ 13 نوفمبر إلى يومنا هذا المعارك متواصلة، قصاف هجمات على طول الجبهة المعادية. طبعا الجبهة المعادية عبارة عن حزام دفاعي متصل طوله 2700 كيلومتر يمتد من جنوب المغرب إلى المحيط الأطلسي. على طول هذه الجبهة الهجمات والأقصاف متواصلة ليل النهار منذ 13 نوفمبر. هذه الوضعية اللي نعيشها دريك. طبعا المغرب إلى حد الساعة يحاول أن يتكتم على هذه الحرب، يحاول أن يخفيها، يحاول أن يظهر أن المنطقة هادئة وأن ليست هناك حرب. مسافة قصيرة تفصلنا عن القاعدة العسكرية رقم 22 من الفيلق 40 مشاة، والتي تعرضت لقصف عنيف من طرف الجيش الصحراوي في حدود 11 صباحا من نهار اليوم، كردة فعل عن 60 صاروخا وقذائف الهاون التي أطلقها الجيش المغربي باتجاههم. الساعة الآن تشير إلى حوالي 10 ليلا، والقصف في كل الاتجاهات. يحدث هذا في
الوقت الذي يحاول الإعلام المغربي أن يتكتم عن هذه الحرب المرفوضة التي ما كانت ستنطلق لو لم تخرق الرباط الاتفاق العسكري رقم 1 واتفاق وقف إطلاق النار. فوز بالتالي التلفزيون الجزائري قطاع المحبس من الجهة المقابلة للقاعدة العسكرية المغربية رقم 22 من الفيلق 40. هذا وتواصلت هجمات مقاتلي جيش